أهلا بيكم. معاكم أحمد الحارس، وهنا بنتكلم عن إزاي تحسنوا من العلاقة كل يوم عن اللي قبله. استمتعوا بحلقة النهاردة. بقول لك كانت ممكن تتحلى. يعني تتحلى. تتحلى اه. ان كان ممكن حاجات تحصل في العلاقه تخلي الدنيا قابله ان هي الدنيا تعدي، الدنيا تبقى كويسه. حلوة دي. احنا دايما بنتكلم في المشاكل صح. وهي دي السبب، بس ممكن حاجات بتهون الدنيا شويه. ايه صح. اللي ممكن نقول ان هي كانت ممكن تتحلى بيه العلاقه؟ حاجات كده ايه؟ لو حتى الطرفين عندهم مشاكل او الطرفين ماشي. يعني نعمل ايه شويه، او حاجات دلوقتي يمكن هي اللي تعدل الدنيا، ما نوصلش حلوة دي. للنهايه حلوة دي وجديدة. طيب، هنبدأها الأول. لو راجل ممكن تعمل إيه عشان تحلي العلاقة اللي أنت فيها؟ خليك كريم. الست بتحب الراجل الكريم. مش قصدي كريم ماديا والله، كريم في كل حاجة. كريم في مشاعر، كريم في تقدير، كريم في الكلام الحلو، كريم في الفلوس إذا الدنيا معاه تمام. خليك كريم. ما بيقول الست لك انا بتحب انا الراجل انا انا الكريم. لما بعمل ده بلاقي ان اللي لا، احنا دلوقتي قدامي. بنتكلم عن الناس السوية. انت ما قلتي لي ان احنا احنا مش عايزين نتكلم عن مشاكل، احنا فانا بقول عايزين لك ما نوصلش الحاجة. لكده، وفي اه، نفس الوقت لو حد انا بيعمل بقول لك كده دلوقتي الحاجة اللي تحلي فعلا. انت بتقولي كانت تمام. ممكن يعني تتحلى. اللي كانت ممكن اه، تتحلق الكرم. الكرم. الراجل الكريم في عين الست بتقدره جدا جدا جدا. وبعيدها تاني، مش معناها ان هو لازم يكون كريم ماديا، لكن مش بيبخل عليها بحاجة. بيعمل لها اللي يقدر ان هو يعمله بدون بخل، ايا كان بقى إيه اللي يقدر يعمله. كلمة حلوة شغال، عواطف شغال، فلوس شغال، ايا كان. الست بتحب الراجل الكريم. فبالنسبة للراجل، من الحاجات اللي تحلي الدنيا جدا وتحلي العلاقة معاك جدا انك تكون كريم، ما تبخلش. اه، ولو مش ماديا لا انت ابخ ممكن. يعني، جود باللي تقدر ان انت تعمله. خليك كريم في الحاجة اللي انت تقدر تعملها ايا كانت هي ايه. تمام، ونعرف ايه الحاجات اللي قدامنا عايزها ونبتدي نجاوب فيها. طبعا. كل ما تبقى حاجة هي بتحبها وانت بتكرمها في الحاجة اللي هي بتحبها، يعني كل ما يبقى احلى. احلى واحلى كمان. لان احنا عندنا مشكله ان انا ممكن ابقى عايز ادي كتير لحد مش محتاج الحاجه دي. فاللي بالظبط. انا بحسه ان انا، ما انا عملت ما اهو انا زي ما انتوا عملت بس انت قلتوا، بس بالظبط، بس ما ما فيش. عطتنيش النتيجه اللي بالظبط، حلوة دي يعني برضو. إن احنا نجود بالحاجه اللي قدامنا فعلا بالظبط. محتاجها. اكرم جدا جدا. انا بعيدها تاني، الست بتحب الراجل الكريم، بتقدره قوي. طب انت ليه ما قلتش الست تكرم؟ لا، الست من الناحية التانية بقى، لو هقول لها مش هقول لها كريمي، هقول لها قدري. مم. الحاجات اللي بتحلي لو الست عملتها ان هي تقدر اي حاجة صغيرة يعملها لها. دخل عليها في مرة بحزمة فجل، هي بالنسبة لها ده انت جايب لي الدنيا وما فيها. ادي للراجل الحتة دي وكرميه بالتقدير. اديله الحتة اللي تحلي بانك بتقدري اللي هو بيعمله. برضه الدنيا تبقى جميلة جدا جدا جدا. يعني اعتقد ان حاجتين اي بني ادم يقدر يعملهم بدون اي مجهود. بسهولة. بسهولة. يعني نفس مش الكلام مش اللي قلته عن الست لما بتبص للراجل الكريم، نفس الكلام الراجل لما بيشوف الست اللي بتقدر اللي هو بيعمله. الراجل بطبيعته اول ما الست بتقدر الحاجة الصغيرة اللي بيعملها، عايز يعمل لها حاجة اكتر، عايز يزود. لان بيحب يسمع كلام تقدير او فعل مبينة فيه ان هي مقدراه قوي. انا بتقولك انا فعلا مقدراه وشايله وعارفه ان هو قوليها له بيتعب بس، علينا قوليها له بس. ويتعب. بس سمعيها انا له. لما بقول كده بيقول بقى ان احنا قلنا انتي. ايه؟ احنا بنتكلم الناس السوية طب النهاردة. ده كده الناس السوية. طب ما اه. هو في ناس بتسمعنا هتحاول تطبق ده، هتلاقي نتيجة مختلفة. لا بالعكس، فاحنا انت عايزين نشوف بقى لو ما النتيجة دي ظهرت بتحليش. يتقال ايه. ماشي، ما هو انت ما بتحليش ويظهر لك نتيجة مختلفة. اللي انت قصدك عليه ان انت بتحط حاجة في غير موضعها، بتعمل لحد لا يستحق. ده اللي انت قصدك عليه. ان انا مثلا بالنسبة للست، الراجل كرمها فاتملعنت، اه، يبقى هي كانت لا تستحق الكرم. مش ان الكرم مش نافع. بالظبط كده، الله ينور عليكي. مش ان الحاجة اللي اتعملت، لا، هي اه، لا يعني بيقول لك تستحق انا الكرم. عملت ده كله يا جماعة، انا بعمل ده كله بالظبط بس ما بالظبط كده، بلاقيش بس ما ده. بلاقي، يبقى المشكلة عندها مش عندك. انت بتعمل الصح. زي برضو الست اللي بتقدر جوزها جدا، ولكنه لما قدرته ابتدى ما يقدرش اللي هي بتعمله. بالظبط، اللي هو شاف ان ده خلاص انا ان ده بقى. العادي بقى، لا بالعكس. ما برضو كده هو اللي ما يستحقش ده. لكن الفعل في حد ذاته، انتوا الاتنين كنتوا بتعملوا افعال كويسة. طيب، بندي لنفسنا وقت علشان التأثير يظهر. طبعا ما فيش حاجة في يوم وليلة، ربنا خلق الدنيا دي كلها في 6 ايام. ما في ناس مع في ان كان ناس ممكن كون فيكون في لحظة. وكن فيكون، بس بالظبط. ما اتعملتش في ما لحظة. اتعملتش في كون فيكون، فده درس لينا احنا. كل حاجة بتاخد وقت. كل حاجة في الدنيا بتاخد وقت. يعني الطفل انا بيتولد صغير ويكبر. علشان اصلح حاجة، عشان اشوف نتيجة الحاجات اللي انا بدأت هتاخد وقت اعملها. مش بالضرورة إن يكون الوقت طويل، ولكنها هتاخد وقت. كل حاجة بنعملها بتاخد وقت.
في سؤال برضو بيجي لنا اللي هو انا اضمن منين لو انا اضمن منين بعد ايه بالظبط لو انا بقى؟ بعد اللي انا عملته ده وما الدنيا ما طلعتش النتيجه المرضيه ليا او النتيجه ماشي، اللي انا نتكلم راسمها في دماغي. نتكلم على ارض الواقع. اه. مفيش ضمان، ولكن في نفس الوقت ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. عمر اللي انت بتعمله ما هيضيع. مش قصدي ان هو مش هيضيع اخريا، لا وكمان دنيويا. مستحيل واحد يكون بيكرم مراته بالطريقه اللي احنا بنتكلم عنها وتقولوا لي ان دائما وابدا هي هتتملعن. لا. مستحيل واحده تكون بتقدر جوزها بالطريقه اللي اتكلمنا عنها وتقولوا لي بضروره الحال ان هو مش هيقدرها. لا برضه. ما ينفعش ان احنا ناخد الحاجه ونروح بيها لاقصى شيء صعب او وحش ونقول اصل ده موجود. ما هو فعلا موجود بس مش ده الطبيعي. اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي اتنين عايزين يحلوا العلاقه ما بينهم. يعني ايه يحلوا العلاقه؟ يعني العلاقه في حد ذاتها سليمه. التحليه دي معناها ايه؟ اه. ان ده السكر اللي فوق، دي حته الكريزه. اه التورتايه دي جميله. يعني هي اوريدي اصلا التورتايه جميله. الدنيا صحيه اساسا، اه التورته الوجبه جميله قابله قوي. للاكل. الله ينور عليك. لكن انا بقى بحليها. الديكوريشن، الزينه اللي محطوط عليها عشان اخليها احلى. يعني احنا مم. لما قلنا له كريمها هي بتعامله كويس وهو بيحترمها و بس لا، اديها سنه زياده. مم. هي نفس الكلام، بتقول له بتعمل له بتسمع كلامه بس لا، قدريه في الحته دي شويه. لكن لكن لو العلاقه نفسها الدنيا سليمه. لكن لو الدنيا ده مش وضع تاني خالص ده بقى، احنا خالص بقى بنتكلم ما عن ناس تانية، لكن احنا دلوقتي بنتكلم بالتحليه. في ناس لما بتبتدي ان هي تقرر ان هي تتغير وتبقى كويسه بتلاقي النتيجه اللي قدامها بيبقى ايه، هتستمر لغايه امتى؟ ما هو طب ده الدنيا حاطط هتفضل حلوه ده لغايه امتى مع ده المبدأ بتاع ان كل حاجه تحت الاختبار. انت دلوقتي حلو، طب هو اه ما الكلام ده هيقعد انا لغايه امتى هيقعد بقى؟ لغايه امتى؟ يومين او لو انت وترجع زي عشان ما انت كنت؟ عايز حاجه. ما احنا ده اللي بنتكلم عليهم برضو، دول مش السويين، دول اللي اساسا كانت الدنيا ما بينهم مش حلوه. لكن في العكس او معنى في الطبيعي. هو مش الدنيا ساعات مش بتبقى حلوه، بس ساعات من كتر ما البني ادم اتخذل او شاف وحش صح ف ف صح ف صح. ما بقاش بيدي الامان بسهوله ان الدنيا ان مش انت خلاص بالضروره. هتتغير او ان ماشي. انت. مش بالضروره تدي الامان بسهوله، مم. لكن ما تعيش نفسك ان ده في لحظه هينتهي. يعني ايه المبدأ بتاع حرص ولا تخون؟ مم. خليك انت بتتعامل على اللي انت شايفه من الانسان. شايفه اتغير، ساعده. يمكن كلمتك ان انت بتقول له ده انا شايف التغيير اللي انت بتعمله عشاني تخليه يكمل. وممكن عدم كلمتك تخليه يقول ما انا كده كده اللي بعمله مش متشاف، فيطنش خالص. يعني انا لازم لو انا حسيت بتغيير او ان الطرف اللي قدامي عمل اه الله حاجه ينور. آه انا واصل لي تبقى التغيير. واصله لي انا حتى. واصل لي الحاجه لان هي دي. ساعات ايه فينا بيبقى عندنا برضو حته كده فينا اللي هو ايه، انا ممكن انا عارفه ان اللي قدامي اتغير، بس انا لو قلت له هيريح فانا ايه لا انا عارفه بس بالعكس. هطنش عشان ده انا يزود. ده انا هقول له عشان اقول له ان التغيير اللي انت بتعمله انا شايفاه. مم. وانت نفس الكلام، انت بتقول لها عشان تقول لها انا شايف التغيير اللي انت بتعمليه والله ينور كملي. اللي انت بتعمليه ليه نتيجه، لان لو ما كانش ليه نتيجه ما كنتش انا اتكلمت. فلا كملي. شجعوا بعض. يعني احنا يا جماعه هي مش حرب، والله العظيم هي مش حرب. انا هي شايف مش الطرف حرب، اللي بس هي معايا كل واحد عايز بيعمل. يعمل ما هو اللي ده اللي شايف احنا صح من بنقوله. وجهة نظره. ماشي، انا دلوقتي بقى شايف ان الطرف اللي معايا بيحاول يصلح حاجه. مم. مش بالضروره يكون بيعملها 100%، بس خد خطوه انه يصلح. ايه المنطق اللي يخليني اقول لا ده انا مش هقول له عشان يكمل؟ لا بالعكس، ده انا اشجعه اقول له اللي انت بتعمله انا شايفه. الله ينور كمل. حسن اكتر. هي نفس الكلام، شايفه منه حاجه كويسه تقول له انا احنا فعلا وصل لي. بنخاف نقول لبعض برافو والله ينور علشان اللي قدامي ما ده يريحش. بخل. ده بخل. ده بخل والله. ده بخل مشاعر مم. وبخل تفكير. ازاي؟ الطفل الصغير لو هو لسه بيحبي عمالين نشجعه مش بيقوم، اه. بيتسند، بعد كده يمشي. هي نفس الكلام. انا شايفه بيعمل حاجه كويسه فبشجعه. انا شايف الطرف اللي معايا بيحاول يغير حاجه وحشه فيه، اقول له الله ينور. واحده مثلا متجوزه واحد بيدخن وحاولت معاه كتير، شافته للمره العاشره بيحاول يبطل. مم. قدامها حل من اتنين، يا تقول لا ده كده كده يومين وهيرجع وتبدا تبقى بتتعامل معاه على الاساس ده، مم. بتبدا تعمل العكس. الله ينور، انا ملاحظه ان انت النهارده ما مسكتش السجاير، ربنا يثبتك. انا وراك، انا شايفه اللي انت بتعمله. ده انا حتى ملاحظه ان انت لما طلعت السلم النهارده نفسك بقى احسن. كلمتين صغيرين ممكن يخلوه يعمل حاجات كتير. هو نفس الكلام. مثلا كانت هي عايزه تخس شويه، ابتدت ان هي تعمل شويه في الاكل وبتركز. الله بسم الله الله ينور، ايه ده؟ ده الدنيا بسم الله ما شاء الله، ده بان عليكي بسرعه. ده كلام يخلي الانسان ياخد الكلمه، مم. يحس انه بيعمل حاجه، ان اللي انا بغيره باين. التشجيع. ما تبخلوش على بعض بالكلام، دي كلمه. في بقى حاجة ساعات الطرف احنا هنا بنتكلم على الطرف المتلقي. تمام. الطرف بقى اللي اوريدي خلاص هو بيقرر مع نفسه وبيحاول يغير وبيحاول يعمل من نفسه، بس هو عارف ان هو مش هيكمل ليه؟ عارف او ليه؟ او ليه مش شاكك في هيقدر نفسك؟ او شايف ليه ان شاكك في نفسك؟ انه يقول لك ايه، ما انا لو وقفت انا كده
حد على ثانيه بس، مستوى حاجه، احنا ولو جيت بنتكلم، وقفت. مش هنتكلم على الطرف التاني شايف ازاي، احنا هنتكلم لا احنا عنه. بنتكلم على الشخص ده، طب ان احنا بنخاف خلاص، اصلا نبتدي نغير، نقول لك انا مش هستمر. ليه ما عندكش الثقه يعني في نفسك زي بالظبط ليه؟ كده فعلا، ابسط حاجه موضوع السجاير ده، هو اه، قرر ان هو خلاص هيبطل وخلاص، ما هو وانا ممكن تمام يكون هبطل، منتظر، بس انا هرجع تاني، ما لسه فلا بقول اللي لك اهو، هو. ممكن يكون منتظر الكلمه اللي قلناها، هو على حرف، هو يا دوب انا بس عايز حد يقول لي تشجيع. انا شايف اللي انت بتعمله. مم. احنا كلنا عايزين نحس ان احنا متشافين، ولما اكون تمام كمان عايز احسها من النص التاني بتاعي تبقى احلى. اه لا، الله ينور انت بتعمل كذا، الله ينور انت بتعملي كذا، ربنا يثبتك، ربنا يكرمك، والله انا شايف اللي انت بتعمليه. ليه نخلي الشخص هو اللي يبدا يشك في نفسه؟ حتى ولو الشكوك دي عنده، مش احنا المفروض بندعم بعض؟ يعني انا لو شايف ان المفروض. هي زي ما كنت لسه بقول فرضا، هي بتحاول تخس وهي حاسه ان لا ده انا هقعد اسبوع وهرجع زي ما كنت، مم. هي الشك ده عندها صح، طب ما انا اه، ادعمها، لا ليه؟ هتعملي وفي يلا انا طرف معاكي. تاني بيقابل ده بالاستهزاء، ما هي دي اللي بقى هو ما انت المصيبه، هترجعي مصيبه، تاني، ايوه ما هو المره ازاي الكام بقى؟ بقى اللي انت هتبطل فيها، ازاي بقى؟ المره الكام اللي انت وعدتني ان انت هتتغير. بالظبط، ازاي بقى؟ ازاي نعمل في بعض كده؟ ده بنتكلم ان احنا عايزين نحلي، انتوا كده مش بتحلوا، انتوا كده يا ريت حتى بتملحوا، انتوا كده بتحطوا تراب. هو التغيير احنا قلنا مفيش حد بيتغير عشان حد. انا بغير نفسي عشانك، مش ان انا انت بتغيرني. طيب احنا معنى كده ان احنا هناخد نسخ بعض، خلاص انا مش هتغير، لا، مقابل ان انا طول الوقت بشوف ان انا بطور من نفسي والدنيا. طب انا، ما هو بصي انتوا انت منين قلتيها بتقولوا ان ازاي؟ الناس ما ما بتتغيرش، لسه بقول ومنين لك اهو. بتقولوا هيتغير بقى، مش هيتغير بعد الجواز، ايوه، ومنين بتقولوا. مش انت اللي هتغيريه او انت اللي هتغيرها، ولكن لازم التغيير يبقى نابع من الشخص انه عايز يتغير، زي ما ربنا قالها ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما قالش حتى يجي حد يغيرهم، لا، لازم انت اللي تغير، يعني مبدأ التغيير احنا قلنا لازم نابع من متفقين مفيش الشخص. حد بيتغير خالص بعد بعد. الصفات اللي يعني نقدر نقول ان هي صفات متحكمه فيه او مولود بيها، لا ما فيش، انت بس بتجاهد نفسك بيها، ان هي بتجاهد نفسك فيها ان هي ما تبوظش عليك الحياه. طب هل نتعامل مع بعض ان احنا مش هنتغير خالص، لا فنقبل النسخ اللي احنا لا شايفينها لا، من بعض؟ بالعكس، احنا بنحاول ان احنا نشجع بعض على التغيير الكويس، ايا كان التغيير اللي احنا عارفين انه فيه مصلحه لينا احنا الاثنين، نشجع بعض عليه. لكن ان انا تملي عايز افضل محلك سر ما ينفعش، ان انا اخد مثلا الزوجه دي ان انت هتفضلي كده لغايه ما نقابل ربنا، لا مش صح طبعا، وانت برضو ان زوجك هيفضل كده، لا برضو مش طب صح. لو رجعنا كام خطوه بمناسبه الكلام عن التغيير لورا شويه، ان احنا في الاول في الخطوبه او بدايه التعارف بنبتدي ندي كده وعود شويه، اللي هو ايه، لا انا هبقى تمام، انا بلاش بقى وعود ورديه بقى. هي مش وعود ورديه، بس انا، ما انت كده هتحكم على اللي قدامك ان هو مش هيتغير بعدين. لا، انا اللي بقوله ان انت ما تقولش وعد انت نفسك عارف انه كبير زياده عن اللزوم، يعني بالراحه، انت عايز تغير نفسك والله وانا عارف، بس ما تقولش حاجه ممكن تكون كبيره ان هي تحط عليك انت ضغط. طب تمام، لو في بقى طرف عايز طرف يتغير، ماشي. يعني مثلا مثلا هو حد، احنا قلنا ان احنا مش روبوتات، وان احنا ممكن نقابل اشخاص فيهم حاجات كويسه احنا عايزينها، بس فيهم حاجات تانية احنا مش عايزينها. صح. هل من الاول نبعد بقى خلاص بقى ونقول ده كده كده مفيش هنتغير، ولا ندي لنفسنا فرصه، ما زي احنا مثلا المثل الشهير بتاع اللي هو إيه، السجاير ماشي، وطريقه اللبس. حلو، احنا قلنا قبل كده ان في حاجات انا ما بتنازلش عنها، وفي حاجات تانية ممكن ناخد وندي فيها. تمام. ممكن واحده تكون بالنسبه لها لا انا اساسا عندي ده خط احمر، انا مش هتجوز واحد بيدخن، مم. ولكن اللي تقدم لها كان بيدخن، وهي قالت له انا مش هتجوز واحد بيدخن، وهو قال لها طيب باذن الله لغايه ما يوصل الوقت بتاع الفرح هكون انا باذن الله وقفت كل ده. هي كده حطاله شرط لازم هو عشان يبقى قد كلامه ينفذ، اه. ده هو ما نفذش وهي قالت له لا خلاص مع السلامه، هل هي اللي غلطانه؟ لا مش هي اكيد اللي لا. غلطان. هو. الله ينور عليكي. مم. على الجانب الاخر واحد برضو اختار واحده عندها شويه حاجات في اللبس، فهو قال لها نفس الكلمه، قال لها خلي بالك انا مراتي هتكون بتلبس بالشكل الفلاني، مم. لو جاء وقت الجواز ولقى ان هي ما غيرتش زي ما هم كانوا متفقين فقال لها مع السلامه. ومفيش اي بوادر اللي الله هي ينور عليكي، للتغيير. الله ينور عليكي. يعني انا ممكن شخص يقابل حد ما فيهوش حاجات كتير من اللي هو عايزها، في حاجات كتير بس في وبيبان كام بقى على حاجه. الفتره بتاعه الخطوبه لا في تغيير. يعني التيست بتاع التغيير هو هشوف في مش التست، الخطوبه. انا هشوف فعلا ان في تغيير، ما هو مش كلام. سواء يعني الراجل اللي كان بيقول لها هبطل سجاير فبدل ما كان بيشرب يعني علبه في اليوم بقى بيشرب لا اقل، هو الراجل بيحاول، لا هو الحمد لله خد القرار انه هيوقف وعايز حد يسنده، تمام.
هو كان بيقول لها عايزين نظبط كذا في اللبس، فبدات واحده بالتانيه، هو شايف تغيير وهي شايفه تغيير، تمام. حتى لو كانت ولكن التغيير ما وصلش ثانيه لنسبة بس، ما انا كنت لسه 100%. هقول بقى، ولكن بيكون في حاجات الاتنين قالوها لبعض ان لن تتم الجوازه الا بيها. فلو هي مم. كانت بتقول له لا انا مش هتجوز واحد بيدخن، يبقى يوم كاتب الكتاب مفيش تدخين، مفيش. طب هل بقى ينفع برضو ساعتها ان البني ادم يقول لا دي مقدرتي؟ ما يعني خلاص انا قول لي بقى دي من الاول، دي قول لي من الاول، قدرتي. قول لي من الاول، تمام، قول لي من الاول، يعني ماشي. مثلا انا عشان قدرتي كده ان احنا انا عاملين مش خطوبه بقى، هبطل بقى ما احنا عشان كده عاملين خطوبه. لقيت ان دي مقدرتك، قول لي بقى من الاول. يعني مدى القدرة على التغيير بتبان في الخطوبة. طبعا، والدرجات بتاعت ان انا بغير وبحسن بتبان في الخطوبه. امال احنا ليه بنستنى بعد الجواز وما بتغيرش بعد الجواز؟ هي دي بقى، لان احنا احنا مش دائما وابدا لا بصينا، مش دائما وابدا يعني بنسبه كبيره، لا بصينا في الخطوبه ولا كنا قايلين اساسا احنا عايزين ايه. ده الخطوبة مهمة بقى ده جدا ده طلعت جدا. ما هي مهمة. دي، ما هي دي اللي بناخد امال عليها احنا ليه قرار. بنضيعها؟ احنا دي اللي بناخد عليها قرار، احنا ينفع يتقفل علينا باب ونبني اسره ولا لا. اصل لكن احنا احنا يعني دلوقتي من سيبنا احنا كل ده وبقينا بنختصر الخطوبه في ايه؟ هيقعدوا يتكلموا في التليفون، يقعدوا يشيطوا هنخرج مع بعض، هنتفسح بحبك بتحبيني، اه هنخرج النهارده في المكان. طب وبعدين انتوا ما, عملتوا ايه بقى ما من هي ان دي انتوا دي الاتنين دي دي تبنوا حياه الحاجات بعد كده؟ الحلوه اللي هنكمل عليها بقى، دي بالعكس، ده دي مش الذكريات الحاجات بقى اللي الحلوه، هنعملها والصور ده مش دي والدنيا الحاجات والحياه الحلوه. الكلام ده كله اول ما يجي في الوقت الصح بتاعه اللي هو بعد الجواز مم. بيبقى احلى كتير. انا السؤال اللي فعلا بساله لنفسي، احنا ليه دايما رابطين التغيير بعد الجواز؟ طب ليه مش فين بقى؟ بنغير بقى لان يعني احنا بتغير عاملين بتغير دي، في وقتها. ايوه، لان احنا عاملين الفتره بتاعه الخطوبه دي ان دي شهر العسل، مم. ان دي الفتره الحلوه اللي استمتعوا بيها عشان مش هتلاقوها بعد كده. بالظبط. دي ما ده الجمله دي غلط، ده بنسمعها بالعكس، كتير. ده بالعكس. دي الفتره اللي المفروض تبين كل حاجه. دي الفتره اللي انت بتشوفي فيها ده ينفع يبقى راجل يتقفل عليكي باب معاه وتبقي مطمنه وشايفه انه راجل بجد ولا لا. مم. وده نفس الكلام، انت دي الفتره اللي بتشوف الست دي تسيبها في البيت وتنزل وتبقى مطمن ان هي قاعده لوحدها وهي اللي تربي لك عيالك ولا لا. دي المفروض فتره الخطوبه، لكن احنا ما بنعملش كده. حولنا فتره الخطوبه لفتره بتاعت هق وكركر، وسيبنا اهم حاجه ان احنا بنشوف هينفع ان احنا يتقفل علينا باب ولا لا. واللي مش هيتعمل في الخطوبه ان خلاص بقى نبقى باين بقى، مسلمين بقى ان ده باين بقى، عمره ما هيحصل بعد الجواز. باين بقى، يعني هو ما الا بمعجزه حصلش، طبعا. اللي ما حصلش في الوقت اللي الدنيا فيها واللي حلوه وبدون اتكلمنا فيه، الله التزامات. ينور عليكي، واللي اتكلمنا فيه والدنيا لسه واحنا على البر والكلام كله فما جميل، ما حصلش، غالبا مش كلها هيحصل. بقت وقود في الهواء. بالظبط كده. طيب في برضو حاجه تانية بمناسبه الحاجات اللي بتحلي العلاقات، احنا فقدنا القدره على الشكر، ان احنا نشكر بعض. مش فقدنا، بقت في ناس دلوقتي بتقول ما هو انا لو شكرته هيطلب اكتر، ما انا لو شكرتها هتطلب اكتر. المبدأ بتاع ان احنا بنعاقب بعض بان احنا بنعمل حاجه حلوه، بان انا حتى ما اقولوش شكرا عشان ما ينتظرش بعد كده مني. او مش كل ما تعملي اكل هقول لها شكرا، ليه؟ ما هو ده شغلها. ومش ماشي، كل حتى بقى حق يعني حتى ولو يعني حتى ولو انت خلاص خسران ايه؟ مش انت خسران ايه؟ تسلم ايدك يا عم. اقول لك حاجه، والله العظيم انت لو قلتها من باب تقضيه الواجب وهي عارفه ان انت بتقولها تقضيه واجب، والله هترضى. ده على الاقل قالها لي. هي واقفه ساعتين ثلاثه بتعمل لك الاكل وانت في الاخر بمجرد تقضيه واجب وانت كده بتاكل اهو، تسلم ايدك يا ماما الاكل جميل، تمام، الله يخليك يا حبيبي، خلاص. انا بتقولها من غير نفس. مش مهم، والله هتعديها له. ليه؟ اهو قالها. زي برضو نفس أنا الكلام، اللي بحس هو ان الناحيه الحاجه الثانيه. ابسط منها. ايوه، الشكر ده حاجه كلام. بسيطه يعني النبي ده عليه الصلاه والسلام كلام. بيقول لك الكلمه الطيبه صدقه. يا عم انت بتقول كلام حلو، ده ولا انت في هتاخد ولا في ثواب. نفوس كلمه شكرا دي تقيله عليها. ما هو المفروض ان النفس السليمه كلمه شكرا مش تقيله عليها. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ما ينفعش، ما ينفعش. يعني انا بحسها اللي هو دي ما انت كلمه كده عندك كبر. شكرا 3 حروف ممكن يعملوا السحر مع بالظبط، انت كده عندك كبر. ليه تقيل عليك ليه؟ دي شكرا بس. وفي نفس الوقت ان مش شكرا مش هيخلي البني ادم، بالعكس ده يمكن ده هو ده الله ينور عليك، الحافز، البنزين الله ينور، اللي اللي يحفز يمشي. الدنيا شويه. لا، بما ان احنا بنقول ان الحلقه تحلي، ده السكر اللي بيخلي الدنيا احلى. يعني الشكر برضو هو طبعا. ان شاء الله يعني ان شاء الله نكتر شويه السكر عشان الدنيا اساسا يعني صح، الدنيا مره لوحدها يا أوي. جماعه، والله حلوا حياه بعض شويه باذن الله. باذن الله نكمل رب الحلقات العالمين. الجايه باذن الله. تنسوش برضه اعملوا شير ولايك وسبسكرايب، واستنونا في حلقات جايه باذن الله. باذن الله.